المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على هذه مجموعة من المصاحف أيضا يا إخوان أخذت وأيضا غسلت وطهرت في مواقع ثانية. إن بفضل الله عز وجل إذا وجدنا مثل هذه المصاحف وجعلنا من بين أيديهم سدا إذا وجدنا هذه المصاحف يا إخوان بفضل الله عز وجل نأخذها ونغسلها ونطهرها ونطيبها وبفضل الله عز وجل يعني ونسأل الله جل وعلا وبفضل الله عز وجل أننا يعني بعض الإخوان يعني يقول المجاري أكرمكم الله قاذورات والله ما آلينا على كتاب الله عز وجل يعني نلبس قفاز يحيل بيننا وبين كلام الله عز وجل. فهذا والله أعظم أمر نتقرب به إلى الله عز وجل وندعو الله عز وجل به أن الله يحفظ يعني دوحة الإسلام وقبلة المسلمين والحاكم والمحكوم المملكة العربية السعودية وكل موحد يحب هذا القرآن الكريم. يعني أنتم يا إخوان تشوفون يعني الآن هذا مصحف الآن يا إخوان هذا 52 مصحف أكرمكم الله أخذ هذه المصاحف كما تلاحظون الآن حنفكها سويا يعقد عليها بالعقدة جلكم الله ثم بال على كل عقدة على هذا المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد ونفث فقد سحر والله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد. أنتم تشاهدون الآن يا إخوان هذه أكرمكم الله كانت معقودة عقد فكينا العقد الموجودة بتشاهدون العقد الآن 52 مصحف. هذه العقد الموجودة الآن إنما هي صنع أولئك المجرمين السحرة الأشرار. كل مصحف من هذه المصاحف أخذها وعقد عليها ثم أكرمكم الله بال على كل مصحف من هذه المصاحف. لأنكم يا أخوان لازم تعرفون زي ما اتفقنا نحن وإياكم في بداية الحديث ما في يا أخوان ساحر عنده سحر أبيض أو يربط أو يعقد. شوف الآن المصاحف الموجودة معقد عليها بعقد وكل عقدة وضع فيها. طيب احنا لما قلنا يا أخوان إن السحر علم له دلالته شوف إيش يسوي الآن. الآن هذه العقد الموجودة الله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد. إذا عقد ونفث بريقه النجس فقد عقد من عقد ونفث فقد سحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث يعقد بريقه النجس مستغيث بالشيطان كافر بالرحمن. ثم إذا عقد وضع في داخلها شيئا من الطلاسم. احنا قلنا يا جماعة أن السحر علم له دلالته. شفت الموجود الآن بداخل قطع الحديد هذه لو نزلتها بهذه الطريقة لوجدت أنها مثل بعض الطلاسم الموجودة. وضعها في وسط أكرمكم الله المصحف ثم بال عليها ثم ربطها لأجل أن تتكيف في ويش في داخل المصحف. بل أنتم قوم مسرفون. الآن أنتم لاحظتم الآن إخوان قضية الشيخ المصاحف والموجودة واحتقار القرآن وأن أعظم ما يتقربون به إليه إهانة واحتقار القرآن. طيب إذا وجدت أن أقرب قربان يتقرب به إلى الشيطان الرجيم هو الكفر بالرحمن الرحيم أظن ما في أعظم يا جماعة من قضية السحرة.